السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الحواوشي الاسكندراني او العيش بلحمة. هنعمله بقى بالتفصيل من اول كده خلطة اللحمة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي كده لحد العيش. كمان هنعمله بعجينة حلوة قوي قوي طرية. وعايزة اقول لكم بقى على جمال الحواوشي ده، بصراحة حلو جدا. يلا بينا نبتدي الفيديو. وعايزه اقول لكم لو انتوا بتشوفوني لاول مره يا ريت تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس لكل الفيديوهات وشير لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش لايك للفيديو لو عجبكم. عندي بقى هنا المكونات بتاعتي. عندي اللحمه طبعا الكميه اللي انت عايزاها. انا عندي هنا كيلو الا ربع من اللحمه. حطيت عليهم 3 بصلات كبار متقطعين. خلاص مسكت البصل فرمته في الكبة زي ما انتوا شايفين كده، وببتدي اقطع عليه 3 من الفلفل الاخضر، 3 قرون من الفلفل الاخضر. ببتدي كده اقطعه برضو، طبعا كله هفرمه مع بعضه. وكمان لو انت عايزاه سبايسي هتحطي كده قرن كده شطة. وكمان هحط هنا معلقتين كبار من البقدونس. طيب فرمت كل ده مع بعضه، وهنزل كده بطماطمايه اديها بس ايه فرمه خفيفه خالص، بتدي تسكيره حلوه قوي للحمه بتاعتي. عندي بقى هنا علشان اسهل على نفسي انا جبت البوله بتاعه العجان، حطيت فيها اللحمه ونزلت بالبصل وكل الحاجات اللي انا فرمتها مع بعض. وحطيت بقى التوابل، عندي ملح وفلفل، بهارات لحمه وبهارات حواوشي، خلاص، ورشه بسيطه من القرفه. ببتدي كده اعجنهم كويس في قلب العجان. طبعا بايديكي تقدري تعملي الخطوه دي. خلاص هبتدي بقى اغطيها كده بالورق استرتش، وبعد كده ابتدي ان انا اشتغل في العجينة بتاعتي. خلاص طبعا هحط الخلطة بتاعت الحواوشي دي في التلاجة على لما اجهز العجينة. عندي بقى للعجينة هنا، عندي ده كيلو من الدقيق. خلاص هحط عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان معلقة صغيرة من الملح. هبتدي اقلبهم كويس في بعض. طبعا حابة تعملي نص كيلو لحمة براحتك، هتعملي معاهم كيلو الا ربع من الدقيق. خلاص هنزل بقى كده على الدقيق بتاعي بمعلقة بأسفة كوباية من الزبادي او اللبن الرايب. طبعا هتشتغلي بنفس الكوباية، المج الازاز العادي خالص. هبتدي بقى احط كده، ابتدي اعجن بالميه. طبعا كوبايه الميه عايزه اقول لكم ان انا كنت حاطه فيها معلقه كبيره من الخميره وحاطه معلقه كبيره من السكر. خلاص دوبتهم كويس، وبعد كده بدات ان انا اعجن بالميه. طبعا حطيت هنا كمان معلقتين كبار من الزيت او ربع كوبايه. ببتدي بقى اعجن العجينه كويس جدا. خلي بالكو اي مخبوزات، اي عجينة مخبوزات بتحب ان احنا نشتغل نعجن فيها كويس جدا. خلاص زي ما انتوا شايفين كده لحد ما العجينة تنعم معايا وتلم كده. هدهن بقى البولة بتاعتي دهنة بسيطة من الزيت، وهحط كده العجينة. خلاص طبعا هسيب بقى العجينة بتاعتي تخمر في مكان دافي. طبعا هدهن الوش بتاعها بالزيت كده علشان ما تنشفش معايا. هغطيها واسيبها تخمر. طيب خلاص عندي بقى هنا جبت اللحمة. انا عملتها كور كده زي ما انتوا شايفين، كلها كور متساوية. انا عملت كده وزن البولة كده من اللحمة يعني حوالي 120 جرام. خلاص لو يعني تقدري تشتغلي بالنظر، بس انا بحب يعني اشتغل بالميزان كده علشان يطلع معايا الشغل بتاعي مظبوط. جبت بقى العجينة بتاعتي بعد ما اختمرت زي ما انتوا شايفين كده، رشيت رشة بسيطة خالص من الدقيق كده على الرخامة. وهبتدي اقسم العجينة بتاعتي يعني كور صغيرة كده. زي ما قلت لكم انا برضو وزنت كده كل واحدة من العجينة عملت معايا يعني حوالي برضو 120 او 130 جرام، علشان يطلع معايا كل رغيف من الحواوشي معايا مظبوط وكله نفس المقاس. هبتدي بقى ادهن كده الرخامة بسيط من الزيت خالص. هبتدي افرد العيش بتاعي على الزيت بالشكل ده كده.
بفرده حاجة بسيطة خالص علشان اقدر ان انا احط جواه اللحمة. عايزة اقول لكم في ناس بتعمل العيش، يعني بتاخد الكورة كده من العجين بتقسمها على 2 وبتحط بتفرد كده على واحدة اللحمة، وبعد كده بتقفل بواحدة تانية اللحمة كده من فوق. بس الطريقة اللي انا بعملها دي سهلة جدا. هحط كده البولة بقى بتاعت اللحمة، وبعد كده هبتدي اقفل عليها زي ما انتوا شايفين كده. نخلي بالنا نقفل كويس على اللحمة كده من جوه. شايفين العجينة طرية وحلوة معايا، فبتساعدني كده وانا بقفلها بتقفل بكل سهولة. خلاص، وادي اول رغيف معانا. هفرد معاكم واحد كمان اهو. هنفرد كده بالشكل ده، فردة بسيطة يعني مش هنفرده قوي علشان نقدر بس ان احنا نحط اللحمة جواه. هبتدي اقفل كده. خلاص، هتأكد ان انا قفلت كويس وهسيبها كده. هشتغل بقى كل الأرغفة اللي معايا دي وهرجع لكم تاني. لايك للفيديو بقى وانتي بتتفرجي كده لو عجبك. خلاص، خلصت بقى كل العيش اللي معايا بالشكل ده كده. هحط بقى دهنة بسيطة من الزيت وهبتدي افرد الرغيف وهو جواه اللحمة بالشكل ده كده. ما تخافيش، مش هيفتح معاكي واللحمة مش هتخرج من الرغيف ان شاء الله. شايفين انا بوزع اللحمة جوه الرغيف بالشكل ده كده اهو. طبعا جبت الصاج بتاعي دهنته زيت خفيف خالص وببتدي ان انا احط فيه العيش. شايفين بتفرد معايا بكل سهولة اهو. خلاص، انا حطيته بالشكل ده كده. ببتدي بقى بصوابعي كده ان انا افرده كده فردة بسيطة خالص علشان الرغيف ما يتنفخش معايا في الفرن اهو بالشكل ده كده. ولو انتي مش حابة تعمليه كده تقدري تجيبي شوكة وتعمليه بالشوكة. انا دخلته الفرن على 180 قعد ربع ساعة. خلاص، ولعت فوق وتحت. وبعد ما بيخرج بقى من الفرن بجيب كده معلقة من الزبدة وعليها معلقة من البقدونس مفروم، وببتدي ان انا ادهنه كده بالزبدة علشان يديني كده اللمعة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي كده. شايفين ما شاء الله. جربوه ان شاء الله يعجبكم. طريقته سهلة وبسيطة خالص زي ما شفتوا. حلو جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. بشكركم جدا. انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم واشتراك للقناة لو انتوا بتشوفوني لأول مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.